بصراحه لما بشوف يعني نجاحات الاهلي على مستوى الرعايه بحس ان في امل انه الناس تفهم. هو المشكله دايما عندنا في وسط الكوره وفي وسط الرياضه المنتاليتي، منهج التفكير. وانك وانه الناس ازاي بتلعب على مشاعر الجمهور غلط، مستغله انتمائها للانديه. الجمهور دايما منتمي للنادي، عايز يشوف النادي بتاعه ده احسن حد، فطول الوقت ممكن اعيشك في مؤامره وازمات وحواديت وقصص عشان مجرد ما اعمل حاجه كويسه ابقى انا بطل الابطال في العالم. وفي منهج تاني، انا بشتغل طول الوقت. وفي حديث دايما انا مقتنع بيه، حكمه يعني والدي الله يرحمه كان دايما يقولها لي: يا ابني، يعني يقول لي يا ابني اللي يشتغل كتير يتكلم قليل، واللي بيشتغل قليل يتكلم كتير. حكمه، لان اللي بيشتغل كتير ما عندوش وقت يتكلم، واللي بيتكلم كتير وقته كله للكلام، ما عندوش وقت يشتغل. دي حكمه يعني، وهي علاقه يعني عكسيه يعني. تشتغل في يومك يبقى عندك شغل كتير، لذلك تلاقي الناس اللي ناجحين جدا كلامهم قليل جدا في كل المجالات. يعني اللي ناجحين جدا على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، رجال الاعمال، الفنانين، هتلاقي اللي ناجحين جدا العمالقه دول هتلاقي كلامهم قليل جدا، والعكس صحيح. المهم، لذلك الاهلي نموذج ناجح في استثمار جماهيريته وقوته، مش ضد عداوات بيخلقها للنادي، وانما لصالح النادي في ايراد ضخم جاي من الرعايات. لان انا بيكون عندي جماهيريه كبيره ممكن استغلها ان انا اوهمهم بحاجات فيخش في خناقه الجمهور. وانا دايما الجمهور بعذره، لان الجمهور بينتمي بقلبه. يعني القلب الاول يجري قبل العقل، قبل ما يفكر. ممكن الجمهور بعد ما يخش مثلا في موضوع ويبقى مندفع فيه ويتكلم ويكتب او يعلق او يطلع او يقول او يعيد او في المدرج يعمل، او ممكن لو كل واحد قعد مع نفسه كده تاني يوم او تالت يوم يحس انه كان غلطان وكان مندفع. لما ابتدي عقله يشتغل، بس في الاول قلبه بيشتغل، وده الجمهور. وفي ناس ممكن تستغل الجماهيريه دي لصالح النادي، ده اللي بيعمله الاهلي في تنميه ايراداته بشكل كبير جدا. النهارده الاهلي بيعلن عن الراعي الثالث اللي هو بدايه المليار الثاني. احنا قلنا الاهلي رعايته هتعدي ال 2 مليار، ده غير البث التلفزيوني اللي عدى 600 مليون. وخد بالك دلوقتي الاهلي الرعايات بتاعته عنده مسوق حصري اللي هو الحقيقه يونايتد سبورت او سبورتس. وانا عايز اقول ان احنا بقى عندنا فعلا شركات تسويق على اعلى مستوى. خد بالك ده، اصل دي دايره لازم تكون مكتمله. يعني ما ينفعش يبقى في كيان له تسويق وما فيش حد يسوقه صح، والعكس. ما ينفعش يبقى في شركه قويه جدا في التسويق لكن الكيان عنده مشاكل. لازم كله يكمل بعضه عشان تكتمل المنظومه، عشان النجاح يبقى كبير. فالاهلي في الشراكه اللي عاملها مع الشركه المتحده مع الرعاة اللي بيجولوا دول، عامل انكم، ايراد ضخم، دخل ضخم جدا جدا جدا، وبيغرد لوحده. يعني لغايه دلوقتي انا ما سمعتش ان في حد عمل رعايات خالص في الدوري المصري، غير يمكن المصري يعني اعلن عن الرعايه قبل كده احد الشركات، ويمكن شويه المحله بحكم ان هو ليه طابع خاص كوزاره يعني. بس هو فاركو عشان شركه، او انديه الشركات يعني بتحط ممكن اسم الشركه ولا حاجه على التيشيرت بتاعها بس يعني. انما حتى الان الاسماعيلي، الزمالك طبعا، الزمالك الاول والاسماعيلي والاتحاد السكندري، كل دي انديه المفترض ان هي تبحث في كيفيه تنميه مواردها بالرعايات. والرعايات مش قصه يا جماعه عايزين رعايه فالناس تيجي تقبل جري. لازم تهيئ المناخ المناسب، لازم تغير سياستك. افرض انا سياستي غلط، يعني افرض انا راجل عايز رعايه وسياستي اغيرها، مفيش مانع يعني. لازم كل الناس تشتغل لصالح الانديه بتاعتها. الاهلي الحقيقه النموذج في المساله دي اهو. النهارده كان ال ال الراعي الثالث بتاع النادي الاهلي بيعلن عنه خلاص. والكابتن محمود الخطيب اهو مع الناس ماسك التيشيرت بتاعه خلاص. والموضوع الحقيقه اكتمل النهارده. الراعي الثالث، الاسبوع الجاي هتلاقي الراعي الرابع، واللي بعدين الراعي الخامس والسادس والسابع. وميزه الموضوع ده في الانديه المصريه مش بس الاهلي، حتى لما الزمالك يبتدي يقتحم هذا المجال
او باقي الانديه هي مش مجرد في الاول 3 4 رعاه بيقفوا، انت ممكن بعد كده يبقى عندك رعاه على مدار الاربع سنين. يعني ممكن تبقى عندك رعاه لحاجات جوه النادي، لان خد بالك انت بتبيع مش بس الفانيلا، انت بتبيع الفانيلا وبتبيع الملعب وبتبيع البث التلفزيوني وبتبيع سور النادي وبتبيع الصالات المغطاه وبتبيع التيشيرتات انت بتتكلم على الكوره بس، انت عندك لسه سله وطايره ويد وحاجات كتيره جدا يستطيع الاهلي ان هو يماركتها او يسوقها خلال الفتره المقبله. انما النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته وبخطى واضحه، والامور منعكسه على حتى الجانب الانشائي. النهارده الاهلي بيفتتح الفرع الرابع بتاعه، هيبدا في الخامس العالمين، التجمع الخامس، خلاص خلال الايام هيعلن عن افتتاحه رسميا ثم يتجه الى العالمين وهكذا. كل ده نتيجه ايه؟ ايراد قوي، اداره مستقره وما فيهاش مشاكل، خلاص. هي دي الدنيا، وهي دي كره القدم، هي دي الرياضه.